السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض البسكوت بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، ألذ وأطعم وأخف بسكوت ممكن تجربوه. وهنعمله بكيس الحلواني بطريقة سهلة وحلوة قوي قوي، إن شاء الله تعجبكم. هنعمله بمكونات بسيطة وبمقادير حلوة قوي قوي ومظبوطة بالظبط، وان شاء الله كل حاجة تكون متوفرة عندنا في البيت وتقوموا تجربوه. البسكوت مقرمش وفي نفس الوقت بيدوب في البق ومستوي تسوية فظيعة. ان شاء الله هتسمعوا الفيديو وتقوموا تنفذوه وهيعجبكم قوي قوي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. ويلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على اشرف خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف هنعمل البسكوت القمر ده ازاي، مع كوباية شاي الصبح كده في الفطار، حاجة عظمة. او من غير شاي يتاكل كده لوحده، خفيف قوي ومش هتحسي ان انتي بتاكلي حاجة دسمة او تقيلة، وخفيف وهش خالص خالص. يلا بينا نبدأ في الطريقة. اول حاجة انا معايا كوباية الا ربع من السمنة الساقعة، تكون محطوطة في التلاجة قبل ما اشتغل في البسكوت بحوالي ساعتين. خلاص هحط عليها نص كوباية من السكر البودرة، وبعدين بالمضرب الكهربائي هضربهم كويس جدا جدا مع بعض، او بالمضرب اليدوي. بس طبعا المضرب الكهرباء هيضربهم كويس جدا عشان انا عايزه الخليط ده يفتح كده ويبقى هش. طيب نقدر نستبدل السمنه دي بزبده، مفيش اي مشكله، نقدر نعمل سمنه على زبده. خلاص حلو قوي. بعد ما ضربت السكر مع السمنه والخليط بقى فاتح وهش خالص زي ما انتم شايفين كده، الخطوه دي على فكره مهمه جدا. هبدا ان انا اضيف بيضه بدرجة حرارة المكان، اكون مخرجاها من التلاجة، واحط عليها كيس من الفانيليا السايلة او البودر اللي موجود عندك اشتغلي بيه. خلاص، وبعدين اضرب البيضة كويس جدا جدا مع الخليط. وبعدين انا معايا بقى كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات، كوبايتين الا معلقة. يعني انا هضيف الكوبايتين بس من الكوباية التانية هنقص معلقة، والمعلقة دي هحطها نشا. النشا يا جماعة هتخلي البسكوت هشاشة مش طبيعية، هتخليه بيتفتفت كده. خلاص، يبقى كوبايتين الا معلقة من الدقيق، والمعلقة اللي نقصناها من الدقيق هنحطها نشا. ولازم انخل الدقيق كويس جدا جدا جدا، وما ننساش ذرة الملح البسيطة خالص، بلاش نكتر من الملح عشان ما نحسش بطعمه في البسكوت. وبعدين هبدأ ان انا مش هعجن، هبدأ كده اقلب الدقيق بباقي المكونات، هقلبهم بس مش هعجن عشان انا بعمل بسكوت. خلاص، مش عايزة اي عرق في العجينة. قوام عجينة البسكوت يا جماعة بتكون طرية جدا جدا جدا، بس مش بتلزق، يعني عاملة زي الكريم شانتيه كده. خلاص، يعني احط ايدي النظيفة الاقي العجينة ما بتلزقش. انا معايا كيس الحلواني والشكل دوت اللي هو بيطلع لي شكل الوردة اللي بنستخدمه في تزيين التورت. خلاص، وبعدين هبدأ ان انا احط كده جزء من العجينة، حوالي نص مقدار العجينة. خلاص، احنا عاملين كوبايتين دي مش كتير. وبعدين هبدأ ان انا اعمل بقى الشكل الجميل دوت في البسكوت. الشكل ده حلو قوي قوي، اللي هو شكل الوردات. طبعا الصاج مش مدهون اي مادة دهنية. خلاص، والشكل طبعا اللي ما يعجبكيش شيليه على طول، حطيه في قلب الطبق. خلاص، شكل الوردات دي بتبقى حلوة قوي قوي يا جماعة. طبعا عشان احنا مستخدمين سمنة في البسكوت، فالبسكوت هيفرش حاجة بسيطة معانا في الفرن. انا بعمل الوردات صغيرة زي ما انتم شايفين كده، مش بخليها مفرودة في الصاج، بعملها يعني قبة شوية عشان لما تيجي تفرش، عشان احنا مستخدمين سمنة مش زبدة، فخلي مسافات بين الواحدة والتانية. طيب، التسوية بتاعة البسكوت بتكون على اهدى درجة حرارة، بيقعد معايا في الفرن من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب درجة حرارة الفرن اللي عندك. النار بتكون هادية جدا جدا عشان البسكوت يطلع مقرمش وبيدوب كده في البق. خلاص، النار بتكون هادية خالص خالص. وطبعا الفرن بيكون درجة الحرارة متوسطة، يعني لما باجي اسخن الفرن مش بخليه عالي قوي، بتكون درجة الحرارة متوسطة. خلاص، وابدا احط الصاجات على اهدى درجة حرارة واسيبه بقى مع نفسه كده لحد ما ياخد اللون الجميل اللي احنا شايفينه ده. البسكوت هش جدا جدا جدا،
مقرمش، بيدوب في البق، بيتقطم زي ما انتوا شايفين كده. التسوية بتاعته مظبوطة بالظبط. البسكوت هش قوي قوي قوي، بيتفتفت وبيدوب. علشان احتفظ بقرمشة البسكوت الحلوة دي لازم احطه في علبة محكمة الغلق واقفل عليه كويس قوي قوي. شايفين قلب البسكوت من جوه قد ايه هش وخفيف؟ احلى واطعم من اي بسكوت ممكن نشتريه من بره. هتعملوه في البيت وانا متأكدة انه هيعجبكم. سهل وبسيط، وكل اللي هيدوقه هيحلف بحلاوته وهيسألك على طريقته. تعالوا كده مع بعض نشوف قد ايه البسكوت ناعم وبيدوب، وفي نفس الوقت مستوي كده من جوه ومفرغ، وطعمه وريحته فظيعة. ريحته وهو بيستوي كانت حاجة كده قلب الدنيا كلها. تعالوا كده نشوف مع بعض. شايفين شكل البسكوت عامل ازاي؟ يفتح النفس. شايفين بيدوب ازاي؟ وفي نفس الوقت بيتفتفت بجد، طعمه حلو قوي قوي. جربوه، مستنية رأيكم فيه. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية. ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.